لو انت فاكر ان الجنة جنينة كبيرة فيها شجر وفاكهة او زرع حواليه انهار وخضرة وورد، فلازم تشوف الفيديو ده لان فيه تفاصيل هتغير فكرتك عن الجنة تماما. يلا نشوف. حاول تتخيل معايا. اولا الجنة مش عبارة عن مناظر طبيعية بس زي الغابات والشلالات وخلاص، لا، تقدر تقول انها مجتمع متكامل وراقي جدا تم فرز سكانه بدقة. يعني اي حد هتقابله هناك ان شاء الله كن متأكد ان ده شخص راقي جدا وربنا بيحبه، فانت مش هتلاقي اي صعوبة في التعامل مع الناس، بل بالعكس هتحس ان اي حد انت بتقابله هناك انك مرتاح له، لا حد هيأذيك ولا هتأذي حد. بالاضافة الى ان اي حد عايز يعمل اي حاجة في اي وقت هيعملها، لان هناك مفيش حاجة اسمها حلال وحرام، مكان ليه قوانين تانية خالص غير هنا. كل اللي مطلوب منك هناك انك تستمتع وبس، واي حد كان محروم من اي حاجة في الدنيا هناك بيلاقيها وبشكل دائم. يعني مثلا لو في حد في الدنيا كان محروم من الاولاد، بيلاقي هناك الحمل والولادة حصلوا في ساعة واحدة بس، وكمان نوع المولود وسنه زي ما يحب. ما تستغربش، احنا بنتكلم عن قوانين الجنة، فخلي قدرتك على الاستيعاب اكبر عشان لسه في تفاصيل كتير. الاكل والشرب مختلفين عن الدنيا تماما. هو ممكن يكون في حاجات شبه الاكل بتاعنا حاليا، لكن الطعم حاجة تانية خالص مستحيل وصفها. وهناك الاكل للمتعة مش لسد الجوع، لان مفيش جوع، ومهما اكلت ما بتتخنش. هتعجب ناس كتير الحتة دي طبعا. وكمان مهما اكلت ما بيحصلش عندك اخراج، يعني الاكل ما بيتحولش لفضلات، لا هو بيتحول لعرق، بس العرق ده عبارة عن مسك. يعني تاكل اكتر، تعرق اكتر، ريحتك تحلو اكتر. مفيش هناك حاجة اسمها نوم، الشعور ده ما بيجيش لحد اصلا. انت طول الوقت بكامل صحتك ونشاطك وحماسك لاكتشاف كل حاجة جديدة، وكل ما تشوف حاجة عجبتك ينفع تاخدها من غير ما تدفع فلوس. مفيش حاجة اسمها فلوس. الشوبينج هناك مجانا طول الوقت، وكل اسبوع جمال الانسان بيزيد الى ما لا نهاية. وعندك هناك امتيازات عظيمة جدا، وهي مثلا انك ما بتمرضش، لان المجتمع ده ما فيهوش فيروسات او بكتيريا او اي حاجة ممكن تسبب اي مرض. ده بالاضافة الى انك هتلاقي تصميم جسمك غير قابل للتلف، يعني مهما مر عليك الزمن هتلاقي شكلك وسنك زي ما هم. عندك 33 سنة وبقيت ثابت على كده خلاص، فبالتالي مستحيل تموت، هتفضل عايش للأبد. طيب نظرتك للمكان حواليك هتبقى عاملة ازاي؟ بص، هنقول مثل صغير كده نقرب بيه الفكرة شوية. احنا مثلا هنا في الدنيا نعرف كام لون أساسي؟ 5 تقريبا أو 7 اللي بيخرج منهم باقي الألوان كلها. طب تخيل لو في هناك 1000 لون أساسي، يبقى باقي الألوان شكلها ايه؟ انت ممكن تبص المباني وحاجات أول مرة تشوفها بالشكل ده وبالالوان دي اللي انت مش عارف اسمائها ولا عمرك شفتها قبل كده، فطبعا مستحيل تعرف توصفها لحد. وسائل النقل هناك حاجة متطورة جدا، لان المساحة اكبر مما تتخيل، ومهما مشيت هتفضل تكتشف حاجات جديدة واماكن جديدة، ومفيش لحظة هتعدي عليك فيها ملل خالص. انت كأن هرمون السعادة مرتفع عندك والاقصى درجة وبشكل دائم. هتلاقي هناك اطفال في كل مكان شكلهم جميل جدا، كأنهم شبه اللؤلؤ، بيقدموا لك مشروبات من كل نوع. تبص على شكل القصور والبنايات تحس انك عمرك ما شفت حضارة قبل كده. جذوع الشجر والنخل هناك عبارة عن ذهب وزمرد اخضر، وستات الدنيا هناك عندهم جمال يستحيل وصفه، لدرجة ان الحور العين ما بيوصلوش لدرجة جمالهم دي. وده طبعا لان ستات الدنيا دخلوا المكان ده بصلاة وصيام وطاعة، مش اتخلقوا فيه زي الحور العين. الجو هناك جميل جدا، مفيش شمس، بس المكان منور بنور اجمل من الشمس، ومفيش برد ولا حر، وكل اللي بتحبهم حواليك في الجنة. لما تبص لهم كده كن متأكد ان مفيش حد فيهم هيفرقك تاني ابدا او يغيب عنك. الجميع مخلدين فيها. درجات الجنة متفاوتة. لو شبهناها بالكواكب فكل كوكب فيه امتيازات معينة، وينفع تزور صحابك وقرايبك اللي في كوكب تاني، وهتفتكروا مع بعض احداث الارض وتقعدوا تضحكوا. مفيش حد هناك بيزعل من حد، مفيش اي مشاعر سلبية خالص، كأنك مثلا تم برمجتك من اول وجديد في جسمك ومشاعرك وكل حاجة. لكن الذكريات بتفضل موجودة، وفي عز النعيم ده كله هيحصل حاجة عمرك ما تخيلتها ولا خطرت على بالك. هتلاقي ربنا بيكلمك انت وباقي اهل الجنة، صوت عمرك ما تخيلت جماله وعظمته. ربنا هيقول لأهل الجنة في حاجة تاني نفسكوا فيها؟ هيقولوا يا رب مش بيضت وجوهنا ونجتنا من النار ودخلتنا الجنة؟ هم مستغربين من ان يكون في حاجة اكبر واجمل من كده، فيكشف ربنا الحجاب عن وجهه وينظر اهل الجنة لوجهه الكريم، وساعتها هينسوا كل حاجة شافوها في الجنة من جمال ونعيم، وينبهروا بعظمة وجلال وجهه سبحانه. مفيش حاجة عندهم هتبقى أحب ليهم من اللي شايفينه قدامهم. مصدر الرحمة وخالق الجمال والبهاء والنور اللي عاشوا طول عمرهم يعبدوه بقى قدام عينيهم.
شايفينه وسامعينه. سبحان الله، ربنا يجعلنا وإياكم منهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عرف المعلومات دي لغيرك، واوعى تكسل عن أي عبادة، وخلي عندك دايما حسن الظن بالله، واطمع في عفوه وكرمه مهما حصل. ما تنساش تصلي على سيدنا النبي، وشوف باقي الفيديوهات هتلاقي فيهم مواضيع كتير مهمة ومفيدة وهتنفعك إن شاء الله. سلام.